بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، أنتم في عالم دقلة النور من نرجين معتوق. أحييكم. اليوم باش نقترح عليكم وصفة بديلة لعصيدة السقوق بمناسبة المولد النبوي الشريف. الفيديو هذه للناس اللي ما تقدرش باش تشري السقوق أو ماهيش متوفر عندها أو ماهيش لقيته. واللي نحب نقوله لكم راني مانيش ضد العصيدة ومانيش ضد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لكني مع اني نخدم الحاجة المتوفرة عندي والحاجة الموجودة عندي. اليوم حبيت نقترح عليكم عصيدة الدقلة اللي هي مخدومة بسكر الدقلة وبرب الدقلة، ورب الدقلة اختياري بين قوسين. الرسالة متاعنا بسيطة جدا بمكونات بسيطة جدا. أول حاجة خذيت 100 جرام فرينة اللي هي الكأس هذاك، و80 جرام سكر دقلة اللي هي زادا كما شفتوا الكيس هذاك. أول حاجة باش نخلطهم مع بعضهم شوية قبل حتى تدخل المكونات في بعضها، وثم باش نزيدها الماء. بالنسبة للرب قلت لكم اختياري، باش نستعمل تقريبا هذيك 100 جرام، ممكن اقل شوي، المهم نصف الكأس ولا، وراه اختياري معناتها تحب تعملوا تحب ما تعملوش. كما تشوفوا قعدت نخلط في الفرينة مع السكر الدقلة، تخلطوا مع بعضهم وبعد تزيد كأس، مش كأس ماء، يعني استعملت 4 كؤوس من الماء. انتي تنجم تستعمل من 3 ل4، انتي والقوام اللي تحبوه، وتحركوا في اللول على البارد حتى تتحل الفرينة وما يقعدش معنا حتى كويرة من الكويرات. بالنسبة للسكر ما فيش مشكلة، خاطر ديريكت يتحل في الماء، ما فيش حتى مشكل، يعني ما يكبرش كما تكعبر الفرينة. المهم قعدت نحرك فيه في البارد وبعد حطيت طيبته على الغاز. المكون الآخر من المحبذ انك تحطوه هو يا اما مغرفة زبدة او ملعقتين من زيت الزيتون. وللأمانة معناتها بزيت الزيتون أبن ياسر، لخاطر خدمتها الرسيت هذه قبل برشا مرات وكنت نعمل فيها بزيت الزيتون. تو حبيت نعملها بحاجة متوفرة عند أي حد في الدار، اللي هي كما قلت لكم الزبدة. خذيت نطيب فيها على الغاز كما تشوفوا حتى اختار وعقاد معايا القوام نتاعها. تنجم تكتفي الى حد هذا القدر، يعني تولي تزيدها شوية الزبدة فقط، لكن اني الذوق الشخصي متاعي هي اني نزيدها الربع، خاطر باش يعطيها كل لون المزيان، يلونها تولي اللون متاعها عاطي على عاطي هيك على البني شوية، وتكون بنينة ويعطيها يعزز نكهة الدقلة في وسطها. وللتنكيه أضفت أيضا نصف كأس من ماء العطرش. إذا كما تشوفوا الوصفة بسيطة جدا وسهلة جدا. الكولور مزيان على الاخر كما تشوفوا، فيها كولور بني، والمذاق ايضا لذيذ وفاوح، ونكهة العطرش بين فيه محلاها معناتها. ننصحكم تجربوها. هذه حل سهل للي ما ينجمش عصيدة السقوق واللي ما يقدرش على عصيدة السقوق. ان شاء الله كل عام واحنا بخير وانتم بخير، وان شاء الله كل عام واحنا وانتم بطبيعة الحال نحيوا في ذكرى المولد النبوي الشريف. كما قلت لكم راني مانيش ضد عصيدة السقوق، بقدر ما اني نمشي لتوفير ما هو موجود عندي، وحبيت نعطي مقترح للناس اللي ما تاكلش سقوق، والا الناس اللي ما تقدرش، والا الناس اللي تشتهي الحاجة اللي فيها تغيير ولا فيها نكهة جديدة. كما تشوفوا هني قعدت في البارد نحرك لين دخلت الزبدة ولا القوام لماع هكاكا، وكل وقتها فرغته في صحيفات متاع العصيدة هذوكم اللي هما سامبل. جاوني 6 صحفات، او خلينا نقولوا 5 صحفات مع نصف الصحفة الاخرى. زينتهم الفوق بالفاكهة كما مش تشوفوا تو معايا. استعملت الحاجة الموجودة عندي اللي نخدم بها معناتها، يعني عندي ديما شوية شوية فاكهة على تزيين، على في الخدمة متاعي نستعملهم معناتها. يعني كما تشوفوا عملت حاجة مش مكلفة، يعني بما هو موجود عندي. حتى كنت احسبها ككلفة، يعني 80 جرام سكر تمر مع
100 جرام رب دجلة مع 100 جرام فرينة صغيرة، معناتها ماهيش حاجة مكلفة مقارنة بسقوقه ومستلزمات سقوقه. وراني كما قلت لكم راني من محبي السقوق وراني نحبه، لكن وقت اللي نبدا متفرهده والا يبدا عندي الوقت نخدم صيدة السقوق مانيش ضده، لكن بقدر ما اني نخدم بالمتوفر عندي وما نحبش نضغط على روحي ولا على عائلتي، خاصة واحنا تو في فترة عودة مدرسية، واكيد كيف اي عبد معناتها من الناس الكل كما المجتمع التونسي الكل، يعني مازلنا مضغوطين بالعودة المدرسية ومضغوطين بتحضيرات العودة المدرسية، شراء الكتب مستلزمات. فما ناس عندها اشتراكات في الحافلات، فما ناس عندها مصاريف كبيرة، دونك ما نخليوش احنا المناسبات هذه صحيحة احنا نعتزوا بها ونحتفلوا بها معناتها من باب التذكر ومن باب الفرحة وكل، لكن نفرحوا بالحاجات الموجودة عندنا والحاجات البسيطة اللي هي متوفرة في حياتنا من غير ما نخليو كل حاجة ترهقنا، يعني كيف أي مناسبة أخرى. إذا كان المناسبة هذيك مش ترهق العائلة ولا تولي هي شارج زايدة، يعني تولي كلفة زايدة على الإنسان، يولي من غيرها خير. يعني احنا في الإنسان كيما هو معناتها ينجم ما يقعدش يتبع في غيره ولا يعاند في غيره يعني بالمختصر نمشيو بالمثل اللي يقولك على قد كساك تمد رجليك، على قد الإمكانيات متاعك تعيش من غير ما نكلفوا رواحنا ولا أنفسنا حاجة أكثر من طاقتنا. صحيح النفس تشتي، وصحيح معناتها احنا في مجتمع معناها تقريبا كل حاجة تحس الناس كل ماشية فيها لكن الإنسان ما يتبعش، الإنسان يعيش كما هو ينجم وعلى حسب المتوفر عنده. إذا هذه فكرة ومقترح لي وصفة ننصحكم تجربوها، لذيذة جدا، مغذية مشبعة، تملى العين تشرف. كما تشوفوا الكولور مزيان برشا، معناتها الدقلة ما شاء الله معناتها غنية من غير ما نحكي على القيمة الغذائية، على خاطر حكيت عليها ياسر قبل، حكيت ياسر على قيمة السكر الدقلة قداش فيه منافع، على قيمة الرب الدقلة، النوع السكريات الموجودة فيه، الكونه زاد أيضا غني بالألياف، غني معناتها بالمعادن، يعني هذه كل احنا قاعدين ننفعوا في رواحنا وننفعوا في صحتنا بوصفة لذيذة، خاصة الناس اللي ممنوعة من ماكلة الحلو يلقوا عندهم حاجة بديل يعني صحي للحلو، للحاجة الحلوة. نأكد لكم اللي المذاق ماهوش حلو برشا، يعني ماهوش سكري ياسر، بالعكس مذاق مميز مختلف. كيف نقول يعزز مذاق الدقلة، لا ماهوش دقلة لكن حاجة نكهة خاصة بالدقلة، نكهة تعطيك حاجة بنينة. كما تشوفوا كل صحينات محليهم مزيانين، بصراحة ما تعداش عليهم الليل، صورتهم العشية وديجا تو كملوا، عجبهم الصغار، عجبونا الكل، معناتها عجبت الصغار والكبار، وهذه فكرة من الأفكار. ينجم كما نقول لكم، يعني تو ما عنديش نقولك نجم نعمل وصفة سقوق بسكر تمر، كيما ما نجمش ما نعرفش، يعني مش نخليها للظروف، نجم نشري ونجم نشريش، نجم نعمل نجم ما نعملش، نجم نشري وما نعملش ونعملها في فترة لاحقة. كما قلت لكم راني ما نرهقش نفسي سواء من ناحية الوقت ولا من ناحية الإمكانيات، نخدم الحاجة وقت ما تواتي، وقت ما نلقى لها الوقت. وفي نهاية الفيديو نشكركم على المتابعة، نشكركم على الدعم. كانكم أول مرة تدخلوا للقناة ما تنسوش تشتركوا فيها إذا عجبكم المحتوى، تفعلوا الجرس على الكل، تعملوا جيم، تبارتاجيوا الفيديو. استنوني في فيديوهات قادمة إن شاء الله نقدم لكم حاجات جديدة ومميزة. هذاك رب الدقلة اللي خدمت به متوفر عندي، والمنتجات اللي عندي تلقوهم إن شاء الله في صفحة دقلتي من المنتج إلى المستهلك، صفحة الفيسبوك،
نخلي لكم الرابط على في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هكا نكون وصلت بكم لنهاية الفيديو، نخليكم على خير، نتقابلوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. كان عندكم مقترحات ولا أفكار ولا حاجة تحب نخدمها لكم، خليولي في التعليقات. وبسلامة.